نشجع المنتجين الجزائريين لانه نشوف اليوم كي تجولنا يعني في الباتيماتيك انه عندنا منتوج اللي نقدر نصدره يعني بطريقه سهله. وهنا اللي قلت نشجع المستثمرين. قانون الاستثمار اللي هو الان قيد التطبيق، اللي يترجم اراده الحكومه ولا اراده الدوله في تشجيع المواطنين اللي حابين يديروا الاستثمارات. كل الابواب مفتوحه، اي استثمار ولا توسيع الاستثمار باه نغطي السوق الوطني اولا ونقوم بالتصدير ان شاء الله للمواد نتاعنا. فيما يخص قضيه ملف عدل اثنين، انا كنت تحدثت مع المكلفين بتسيير الوكاله انه في سنه 2023 لازمنا نطوي الانطلاق في المشاريع تاع 2022 تاع ADL. يعني في 22 بعد 22 ما راح نزيد ننطلق في حتى سكن تاع وكاله عدل اثنين. وهذا باش نغلق نهائيا ونطوي نهائيا ملف ADL 2. ما ننساش انه اخر السكنات اللي رايحين تقريبا ننطلق فيها في سنه 22 في 5 جويلية ان شاء الله، فيه تقريبا 13000 وحده سكنيه اللي راح ننطلق فيها. وهذه السكنات موجهه للمكتتبين اللي كانت عندهم اشكاليات في الملفات نتاعهم، اللي تم القبول الطعون نتاعهم. واخر ملف ان شاء الله راح نطوي انه في 5 جويلية ان شاء الله سننطلق في برنامج كبير تاع 13000 وحده سكنيه اللي راح نغطي بها هاد المكتتبين اللي مازال ما داروش الاختيار والشطر الثاني.